السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم بريوش على شكل الشهده. المهم غادي ندوزو المقادير. عندي كيلو ديال الدقيق الابيض. عندي هنا كاس ديال السنيده، يعني 150 غرام، وكاس ديال الليمون او البرتقال معصر. وعندي 4 كاس ديال زيت مائده او زيت نباتيه. عندي 100 غرام ديال الزبده، 2 ديال البيضات، واحد خماره او باكن باودر، وعندي قشور حامضه او ليمونه، وعندي 15 غرام ديال الخميره ديال العجينه كتشوفوا دابا. وعندي قبصه ديال الملحه. دابا غادي ندوزو للطريقه. غادي ناخذ هاد الطحين هذا ديالي، غادي ندير السكر، اول حاجه ناخذ خميره نديرها هكا، ندير لها شويه الحليب دافي باش دغيا تذوب لينا. وعندي هنايا عندي 500 مليلتر ديال الحليب. انا نشوف القياس اللي غادي يقدني. درت السكر. دابا غادي ندير الخميره الفوري، الخميره ديال الحلوى. غندير قشور حامض، ممكن نديرو الليمون. غندير 2 ديال البيض، انا عندي البيض صغير، ممكن غادي نزيد بيضه، زوج البيضات حيت البيض عندي صغير. غادي ندير هاد 4 كاس ديال الزيت. غناخذ دابا الخميره ديالي، غادي نديرها هنا على جنب. الزبده غنخليها حتى الاخر، عاد غنديرها شويه بشويه. ممكن ندير الليمون حتى هو دابا، والحليب غادي نبدا نضيف غير شويه بشويه وانا كنخلط. دابا غنخليه يتخلط وغنبدا نخوي الحليب غير شويه بشويه، يكون دافي الحليب، ما يكونش سخون بزاف باش العجينه ديالنا ما تخسرش لينا. دابا غنبدا ندير طريفات ديال الزبده كيف كتشوفوا، طريف. هاي كيف كتشوفوا البريوش ديالنا كيف كيجي خفيف بعد ما دخلت فيه الزبده. هانتوما كتشوفوا العجينه ديالي كيف جات. دابا غادي نخليها حتى غيتضاعف الحجم ديالها، عاد ديك الساعه نشكلها كيف ما بغيت. بالنسبه الى كنا زربانين وبغينا هاد البريوش ديالنا في الساعه يخمر، انا غديتو كيف كتشوفوا بلاستيكه. كنشد الكوكوط كنسخنها كيف كتشوفوا، سخنتها بحال سخونه صافي، يعني ما كتكونش سخونه بزاف صافي. تنشدها حتى تنغشيه فيها هكا. ممكن نغطيها بالبابي الغذائي او بلاستيك، انا عندي هذه ديال الماكله نقيه صافي، وتنغطيها يعني دغيا في ساعه كتخمر. الا بغيناه يوجد دغيا تيخمر. هو البريوش ديالي كيف كتشوف ضاعف الحجم ديالو قداش ولا كتشوف ريحه الليمون فيه كتشهي والحامض. دابا غادي نجمعو بحال هكا. هاي العجينه ديالي من بعد ما جبتها، دابا غنديرها كرات صغيورين، نديرها غير صغار ما نكبرهمش على هاد الشكل. غنحلهم بحال هكا
ناخد معلقه ديال الشكلاط. ممكن ديروا داك شكلاط الحبيبات، انا هادشي اللي عندي في الدار، انا درت داكشي اللي عندي في الدار. كيجيو على هاد الشكل بحال هكا. هاد المول هكا انا غير كندير يدي في الزيت باش كندهنها باش ما تلصقش ليا في اليد ديالي، وضروري كنخليو بحال هكا شويه يكون ديال الاتساع باش ما تجيناش مزاحمه بزاف، لا تنفخ تجينا كبيره، ونديروهم صغيورين. ها هو الشهده ديالنا كيف كتشوفوا، خليتها ضروري كنخليوها شويه ديال الفرق باش ملي كتنفخ ما كتجيناش مزاحمه بزاف. دابا غنديرها نغطيها ونخليها تخمر عاد باش ندهنها بالبيض ونزوقها بداك البوافون ولا بالشكلاط ولا باي حاجه بغيت، ولا بالزنجلان ولا اللي بغيت. وهادو عنينا الكميه جاتني كثيره، تقريبا انا عندي 19 حبه اللي عندي هنايا اللي بقات ليا. هما البريوش ديالي كيف كتشوفوا ضعف الحجم ديالهم، ومازال غير ملي غنديرو ما طيبو مازال غادي يعاودو يتنفخوا، باش نخليهم يتنفخوا بزاف. خديت بيضه وحده ها هي، درت فيها شي قطره ديال الحامض عفوا ديال الخل، وغندهن بها. درت البيضه كلها كامله باش ما يجينيش كله محروق. غندير شويه ديال الخشخاش او البوافون كتشوفوا، غندير هنايا. التزيين كيبقى اختياري، ممكن ديروا الزنجلان، ممكن ديروا السكر، ممكن ديروا اللوز حتى هو. هادو غنديرهم بالزنجلان. صافي دابا غندخلهم الفران على درجه الحراره متوسطه حتى كيبانوا لنا تنفخوا وطابوا وتحمروا من التحت. عاد كنهبطوهم يتحمروا شويه من الفوق، اولا كيكونوا تحمروا على حساب الفران اللي عنده فران الضوء او عنده فران ديال الغاز. دابا غندير ليها حتى هي البيض هكا، ضروري كنخليوها حتى كتخمر عاد كنديروا لها البيض. زعما غندير بنفس الطريقه اللي درت الشهده، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب. ها هي البريش ديالنا بعد ما خرجنا من الفران كيف كتشوفوا كيف كيجي الشكل ديالها. وها هما البريش الاخرين كيف كتشوفوا حتى هما النص ديالهم كلاو ليا ولادي بيضه. نوريكم كيف كتجي، هانت كيف كتجي بحال القطن وخفيفه ما ثقيلاش، كيف كتجي من الداخل. نتوما كتشوفوا كيف كتجي من الداخل، كتشوفوا وخفيف، وفيه المذاق ديال الليمون كيجي رائع وكيجي لذيذ. والبنات الصغار تبارك الله عزيز عليهم، انا بدا ولادي كيحماقوا عليه. بالنسبه للبريوش ديالنا غادي نحيدو من هنا من ها هو البريوش ديالنا كيف كتشوفوا كيجي خفيف ما ثقيل ما والو. كنتمنى الوصفه تجربوها، وإلا عجبتكم هاد الوصفه ديروا جيم وبارطاجيو وشاركوا مع الاصدقاء ديالكم باش يوصلكم كل جديد. واللي لاول مره كيشوف هذا الفيديو يبرك على الزر الاحمر باش يشارك معايا، ونشكركم بزاف.